الاتصالات. أول شيء الأخ شيخ مفضل، حياك الله شيخ مفضل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تهرب، من هؤلاء 30 المنافقين أو الذين يخشون النفاق؟ تفضل. أولا أعطيك دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من القرآن، ثم أجاوبك على سؤالك. تفضل. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز بعد بس أمام الجميع، لحظة أمام الجميع، الناس تشهد عليك. إذا ذكرت آية لا تهرب إلى دليل آخر، تبقى ضمن الآية، اتفقنا؟ أعطيك عهدا من الله، وأنت أعطيني عهدا من الله لا تكتم صوتي. كل يوم تكتم صوتي. لحظة، إذا أمام الجميع، إذا هربت أنت وغيرك من الآية التي أنا ما أعرفها، شوف إخواني الشيعي أنا ما أعرف شنو الآية، وأنا أتحدى. هدوء خلي أؤسس قاعدة، والله هذه القاعدة لأجعلنكم تضعون رؤوسكم في التراب. اسمع، أي واحد، أنا إخواني ما أعرف الآية، أنا أتحداه في الآية اللي أنا ما أعرفها التي هو سيأتي بها. شوف كم قوي الشيعي. هذه الآية اللي أنا ما أعرفها أتحداك أن تبقى تناقش في هذه الآية وأمام الجميع. تفضل خذ وقتك. وأنا أتحداك أن تهرب إلى موضوع آخر. تفضل. قبلت. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ماذا تسمى هذه الميم هنا؟ ماذا تسمى هذه الميم هنا؟ هل ميم الجمع أم ميم المفرد؟ أي ميم الجمع، ماكو إشكال، روح. هل هي ميم الجمع أم ميم؟ قلت لك ميم الجمع. استرسل، قلت لك ميم الجمع، أكمل. بالتحديد الجمع. إذا الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. شوف المغالطة، شوف المغالطة، شوف المغالطة، شوف. أنا ما أعرف، أنتم عندكم مشكلة بالعقل. اسمع الآن اسمع. كملت. احنا سؤالنا عن كلمة أجمعين، وأنت قرأت الآية وكأنك لا تفقه ما تقرأ. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هل هؤلاء كل الصحابة؟ هذا أولا. هل هؤلاء، أنا أسألك الآن، هل هؤلاء كل الصحابة أم بعض الصحابة؟ اسمع. والذين اتبعوهم، زيد كمل. والذين هذا إذا اتبعوهم أنا أدخل معاهم وأنت تدخل معاهم. هذا اتبعوهم مطلقة إلى يوم القيامة، مو بس الصحابة. هذه مو بس الصحابة، أي واحد اتبعوهم كلهم رضي الله عنهم. شوف إخواني الكرام، لاحظوا يعني هؤلاء لو أنه ذهب إلى إعراب الآية، ما هو إعراب والسابقون؟ الواو خليها بحسب ما قبلها. السابقون شنو إعرابها؟ أنا ليس في الإعراب. لا إعراب شلون؟ هذا القرآن أصبر. القرآن عربي والإعراب مهم. إن الله بريء من المشركين. إذا كسرت لفظ رسوله كفرت، وإذا رفعته أصبت. اللغة مهمة. الآن السابقون ما هو إعرابها؟ سؤالي ميم الجمع أو ميم المفرد؟ رجل أنت عرفت ميم الجمع. أصبر. هذه أصبر. السابقون اسم جمع مذكر سالم وواضح. ما هو إعرابه؟ ليش أنت مو عرفت ميم الجمع الآن؟ ما هو إعراب السابقين؟ شوف يا أخي، أنا أعطيك عهد الوعد اللامي يقابلني، ما أعطيش عهد لي أنت أتكلم معك في الأول. يعني أنت ما تريدني أنا أتكلم معك؟ أنت لا تريد مني أنا أتكلم معك؟ اصبر يا أستاذي، أنت لا تريد مني. أنت يا رجل أنت تريد فقط الحاج وعد يتكلم معك؟ فقط الحاج وعد؟ فقط وعد اللامي الآن.
أنت تريد فقط الحاج وعد يتكلم عن، أنت تسمعني أم لا؟ هل تريد فقط الحاج وعد يتكلم معك؟ لا تريد غير الحاج وعد؟ هسه قل لي إيه حتى أقول لك جنت على نفسها جنت مراقش. قل لي إيه حتى أقول لك على نفسها جنت مراقش. ورضوا عنه وحده. شوف صاحبي العزيز امام الناس الان الذين يستمعون من كل المدارس، لاحظوا اخواني الكرام، السابقون مبتدأ. اصبر السابقون مبتدأ وهذا المبتدأ تستمر. اسمع السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، هذا كله مرتبط بالمبتدأ. رضي الله عنهم، فعل وفاعل. اصبر رضي الله عنهم. هذه الجملة رضي الله عنهم يا رجل اسمع الكلام الله يصلح حالك. هذه الجملة خبر كله، هذه الجملة خبر. فالآية في مقام أيضا القرآن يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بلا صحابة أم غيرهم. القرآن أيضا يقول هذا. طيب لحظة شيخنا، لحظة. أنت تريد تكون معي صح أخونا مفضل؟ لا لحظة، أصبر شيخ. طيب أنت تقول ممكن ثاني فيها نقط. اي ممكن. انا اعطيتك عهد وانت اعطيتني عهد. لحظة اي تفضل. ممكن هو يقول اسمح لي اخي، اسمع لي اخي. هو يقول رضي الله عن الصحابة جميعا. الذين قتلوا عثمان بن عفان أليس من الصحابة؟ محمد بن أبي بكر أليس من الصحابة؟ هذول صحابة سبائية. اسمع، هذول صحابة سبائية. أحسنت أنت سني أخونا؟ خليه يجاوبني. دول من الصحابة ولا مو من الصحابة؟ أنت سني؟ لا أنا شيعي. طيب لحظة أخونا. لا شيعي. حياك الله. عندي موضوع حياك الله. لا لحظة أخونا، لحظة اعطيني صبر. أنت قلت أريد أتكلم مع وعد اللامي. الله قال لحظة، الله قال السابق، كن يصبر وياي، كن يصبر. اسمع، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذول كل السابقين وكل المهاجرين، كل الأنصار وكل السابقين والمهاجرين، صح؟ نعم. أحسن. إذا معاوية مو منهم. نعم كل السابقين وكل المهاجرين. إذا معاوية الله ما رضى عنهم. زيد كمل الآية. والذين اتبعوه. لحظة اسمع. لحظة. الآن إذا معاوية من الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار، صح؟ من تبع المهاجرين والأنصار كله. لا لحظة، هدوء. إذا معاوية، هدوء، لا تقاطع راح تجيك الضربات الحيدرية. إذا معاوية ضمن هاي الآية غير مشمول، إنما هو شمل لأنه اتبع المهاجرين والأنصار، صح؟ مشمول في الآية. إيه، لأنه اتبع المهاجرين والأنصار، صح؟ هو صحابي بابا. هاي الآية تمدح المهاجرين والأنصار. اسمع، ومعاوية ليس من المهاجرين والأنصار، لكن معاوية يشمل في هذه الآية لأنه اتبع المهاجرين والأنصار، صح؟ نعم. صح؟ قل لي صح. لا أريدك تقول صح. قول صح. هاي ما نعم بعدين تغير قلت نعم على. قول كلمة صح. اسمع. قول بدون اسمع. قول كلمة صح. أن معاوية إنما شمل في هذه الآية لأنه اتبع المهاجرين والأنصار، صح؟ أنا أعطيك دليل من القرآن. بلا دليل. شوفي والله العظيم يخافون. أنا ليش أتمنى إنسان يستدل علي بالقرآن الكريم. والله يا أخواني في هذا البرنامج عندي مثل العيد إذا إنسان استدل علي بالقرآن الكريم. أنا شخصيا عندي مثل العيد. الآن أرجع أسأل السؤال، هو ليش؟ لأن يدري وراها ضربة. الآن أخواني الله مدح السابقين من المهاجرين والأنصار،
معاوية منهم؟ لا، معاوية من الطلقاء. لكن لماذا مدح معاوية؟ لأنه قال أنه اتبع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. فإذا معاوية يكون ممدوحا لأنه اتبع المهاجرين والأنصار، صح؟ ليس معاوية وحده، من اتبع المهاجرين والأنصار، صح. صح، أحسنت. الآن السؤال: هل معاوية عندما حارب السابق علي بن أبي طالب كان متبعا لعلي أم مخالفا له؟ كان متبعا أو مخالفا. يقول الله سبحانه وتعالى فيه وفيهم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز. أحسنت، أحسن ما عملوا. هل معاوية عندما وقف أمام الإمام المفترض الطاعة علي بن أبي طالب عليه السلام اتبعه وعمل أحسن ما عمل ولا أسوأ ما عمل؟ تفضل. والله اللي خليك تضرب راسك. حتى وإذا ما عمل أحسن ما عمل تجاوز الله. لحظة، لا. الآن أول شيء، هو اتبع علي بن أبي طالب السابق ولا ما اتبعه؟ خالف علي أحسنت، خالف علي. سمعتم يا أخواني؟ إذن بما أن معاوية خالف علي، إذن لم يتبع السابق اللي هو علي بن أبي طالب عليه السلام بإحسان، لأنه خالفه، صح؟ أي اجتهد باجتهاده. انت لاقى السلام عليكم حجي وعد. عليكم السلام. طيب ليش ما يعتبرون ارتداد الصحابي اجتهاد؟ هنا لا ترفع اخونا تفضل يا اختنا ام ناصر. اذكرك بشيء، ترى الاخ هو اللي كان قبل امس، ترى نفس الكلام اللي قال قبل امس يقول اليوم، تتذكره المغربي؟ اي نعم. ترى الاخ هو اللي كان قبل امس، ترى نفس الكلام اللي قال قبل امس يقول اليوم، تتذكره المغربي؟ اي نعم. والله دين اختنا ام ناصر، الله وكيلك لو انا على هذا الدين ما ابقى دقيقه واحده. دين مخربط، دين. اسمع شو يقول انه الله قال الذين اتبعوهم، ما قال الذين اتبعوهم هكذا مطلقا، الذين اتبعوهم باحسان. طب انا رئيس جمهوريه ولا خليفه منتخب انتخاب شرعي، عندما احمل السيف ضد هذا الخليفه، هل انا متبع له؟ بالعقل. هذا قرآن ما تقبلون، عقل ما تقبلون. ليش؟ عناد مع علي، والله العظيم. لأنه أنا شيعي يقلبون القرآن. الآن شلون تورط؟ أنا ما محتاج أقول له السابقون من المهاجرين ومن السبق ما محتاج أضربه أنهي علي، أنهي من طيب تفضل. في آية حد وعد، في آية تبين تقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل كل الصحابة مؤمنين؟ والنبي يقول في أصحابي 12 منافقا. لا، هذا الأخر المغربي أكثر من هذا أختنا ما يجاوب، هو ما يجاوب. تفضل عيد السؤال، خليه يجاوبك. هذه الآية تقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل كل الصحابة مؤمنين أخانا مغربي؟ لم نجد صحابي واحد غير مؤمن على وجه الأرض. أم جعفر ثواني خلي معها الآية. هذه الآية تقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل كل الصحابة مؤمنين؟ نعم، كل صحابة مؤمنين أو ليس صحابي غير مؤمن. أخوي الظريف أنا بنت بلادك، اسمعني أخوي المغربي. الآن النبي في حديث صحيح عند كل المسلمين يقول النبي في أصحابي 12 منافقا. حتى هؤلاء المنافقين مؤمنين؟ أي قال في أصحابي، ما قالش من أصحابي، في أصحابي أي ما قالش من. يلا اشرح لي قول النبي في أصحابي 12 منافقا. انت اللي قلت اشرحه، لست انا. اي في اصحابي اي انت اخويا انت قلت رضي الله عن الصحابه اجمعين. انتظر اخويا المغربي وبلاتي يا اخو، ما يصير خويا تجلس تفسر القران هكا على خطا. انا رضي الله عنهم اي منهم. اسمعني اجمعين، اسمع الله يهديك ويهدينا معاك. اسمع يا اخي، الآن النبي يقول في أصحابي
12 منافقا لن يروا الجنة. تفضل. رضي الله عنهم أجمعين. تفضل. رضي الله عنهم أجمعين، أي قال أي دشوا في الصحابة، ليس من الصحابة، ولم يقول الرسول من الصحابة. لا هذا لحظة، لا بلاتي. النبي يقول، يعني أنت تذكر قول النبي يقول في أصحابي، أي دخلوا في أصحابي، ليس من أصحابي. المفضل من بعد إذنك حكي أخونا المفضل. إذا جئنا لك يقول تقول لم يقل من أصحابي أمام الجميع، إذا جئت لك يقول من أصحابي، شو تسوي؟ تتنازل؟ نتنازل شنو؟ في هذه الحادثة إلى مكان آخر، في موضع آخر. لا الآن هي ألزمتك الأخت المغربية، قالت لك هدوء اسمع السؤال يا رجل، اسمع، شغل دماغك. الأخت المغربية السنية وتركت السنة وصارت شيعية وتعرف ألاعيبكم. المغربية الأخت قالت لك أن النبي قال في أصحابي، قلت لا هؤلاء اندسوا، لم يقل من أصحابي أمام الجميع. إذا سحبت الآن البخاري وأظهرت لك يقول النبي من أصحابي، شو تسوي؟ أي في هذه الحديثة الذي قالت أنا لحظة، أنا أتنازل. تتنازل عن إيش؟ إذا قالها في هذه الحادثة أنا أتنازل. أي حادثة؟ يلا. أي حادثة؟ في غزوة تبوك. شنو؟ في غزوة من الغزوات. شنو من الغزوات؟ ايش فيك انت؟ ما تقول ايش فيكم يا اهل السنه. ايش دخل غزوه تبوك؟ ايش غزوات؟ يا غزوات، هذا رجل سني، ايش فيكم انتم؟ معقوله؟ يا حاج وعد والله المستبصر ورد، المستبصر تاج على الماء. الاخت ابن ناصر فرته فر، الله اكبر على المستبصر. تفضل يا حاج وعد، انا عندي شغل، تعال اشتري